المغربي كل طلع يخرج من المشكل. لا اله الا الله، صافي. لا اله الا الله. تفضل يا برنوس. نبداو الاخوان، نبداو. المهم في البدايه من حيث المبدا، اذا كان الموضوع هو النقاش نتاع المغرب والصحراء نتاعو، فهو موضوع يخص المغرب والمجتمع الصحراوي، وبالتالي إن كان من أحد أجنبي فبالنسبة لنا تدخل الجزائري أو الموريتاني مثله مثل تدخل اليمني أو المصري أو الفنزويلي أو الأمريكي. ولكن تدخل كيف إذا ما وما تقاطعنيش، أنا ما قاطعتش شعب. شوفوا المقاطعات راه ما يقدر يصبروا. لا تقاطعوا، لا أنا لم أقاطع أحد. أنا لم أقاطع أحد. احنا دخلتنا اتفاقية مدريد 1975 انا كموريتاني. أبرنوس واصل أبرنوس واصل. فوز باتفاقية مدريد 1975. خلوه يكمل. تفضل أبرنوس. أنا لم أقاطع أحد، أنا الإخوان الله يجزيكم بخير. ولا زعما وبالتالي بالنسبة لي، وهذا أمر يخصني أنا من حيث المبدأ، أي تدخل خارج هذا النقاش بين المغرب وجزء من مجتمعه أعتبره تدخلا أجنبيا مدانا بالنسبة لي. إذن بالنسبة لي لا يحق لأي جزائري مهما كان أن يتدخل في شؤون تتعلق بالمغرب وجزء منه. ثمة بعض الأشخاص أو بعض التنظيمات التي ترى أنه شعب واستأجرت علما من الشام لكي تدغدغ عواطف العروبيين والقومجيين البؤساء، لأنه يكفي أن يكون هذا الاستئجار نتاع هذا العلم من الشام ومن فلسطين تحديدا لنعلم أن هذا المجتمع يعرف جيدا أنه ينتمي إلى مغربه، وأن هذا الشرذمة نتاع الانفصاليين لا هوية لهم، لأنه من الصعب جدا أن تجد للموريتانيين علما يمثل موريتانيا، وللمغرب علم تاريخي يمثله، وللجزائر علم يمثلها، وجبهة بدون هوية استأجرت ألوانا لا تنتمي إليها لا على مستوى الثقافة ولا التاريخ، ولا تمثل لا فنا ولا هوية بصرية خاصة بهذا المجتمع الصحراوي. إذن فهذه كافية باش نعرفوا بأن هذه الجبهة هذه هي جبهة لقيطة. طيب، وبعيدة عن خارج بلاد. أنا نبقى نعرف، أنا سمعت رأي المغربية ولكن أنا اخترت لا خارج بلاد. لست لا معلومات لدي مفصلة حول هذا الموضوع، لا تاريخيا ولا حاليا، وبالتالي سأترك الرأي المغربي يتحدث في الأمر. ثم أعود هنا، وبما أن الأمر يتعلق بتدخل جزائري عبر قادر. بالمناسبة قادر كنقول لك مبروك عليك أخويا، هنيئا لك اللوك جديد. داك الصباغة شوية ما جاتش معاك، شوية جات داكشي قهوي مع الشيب مع الكحل، ولكن في إطار الاستيتيقي كان بعد تشاور معايا أنا ونقول لك يعني كيفاش أن اللوك غادي يكون واعر. هذا في إطار الدعاء قادر. غادا نشوف اللوك تاع الملك. معليش غادا نرد عليك في الملك، اللوك تاع الملك. لا أيوة لا تدخلوا في الاستفزازات، لا تدخلوا في الامور الشخصيه ابدا. يا صاحبي انا نضحك معاك مسكون. انا صاحبي من الملك ديالكم القوقه، صاحبي الملك لهالدرجه. للاستملاح لا صاحبي، وهضر لي الشيب ديالي، هضر لي على السنطيحه ديالي، هضر على الموسطاش نتاعي اللي ما بغاش يشيب. كون شويه مدير. انا تكلمت معاك في اطار الاستملاح اخي باش تصبغ شعرك بداك اللون، ما جاش معاك اخي قادر، عادي بيني وبينك صاحبي. واخا قادر واخا. فاعود لاقول ان الجزائر اللي داخله يعني بجهد ووقت ومال كان ليوفر على الشعب ليعيش بحبوحة العيش كما تعيشها باقي الدول التي تمتلك نفس الموارد الطبيعية، ولكن للأسف نجد أن هذا الشعب مسكين الجزائري الذي ينوم بشعارات السيادة التي شنف بها السي عبد القادر أسمعنا، شنفنا بالسيادة والسيادة، ونحن نعرف جيدا أن هذه الدولة السيدة دائما ما تشتكي من تدخلات أجنبية
في صلب صلاحياتها. كيفاش هاد السيادة وفرنسا جات وهربات واحد المعارضة من وسط الجزائر؟ كيفاش هاد السيادة وأي مشكل كيوقع في الجزائر تتهمون بأن المخزن والمروك وراءه؟ حرائق الغابات، الشموس، الحرارة.